يلا بينا نعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ، حاجة كده رهيبة. معايا بصل وثوم وملح، وحطيت كمان فلفل اسمر وبهارات فراخ او 7 بهارات المتوفر عندك. زي ما انتوا شايفين دي الكمية اللي انا حطيتها، وهبدأ بقى كده البس الجوانت بتاعي واقلب. وبعد كده ضفت حوالي معلقتين من الزيت وهقلب، وانا بقلب بعصر البصل عشان ينزل المية بتاعته. معايا هنا دبابيس الفراخ، هبدأ اقلبها كده في الخلطة بتاعتي. بعد ما اقلبها شوية وتتبل زي ما انتوا شايفين، هجيب معايا البطاطس هقطعها شرايح، وهتبقى بالسمك زي ما انتوا شايفين كده. ده سمك كويس جدا وهيبقى في التسوية حلو قوي. بعد كده هقلب البطاطس مع الفراخ عشان ياخدوا كله من تتبيله واحده. هكون مشغله الفرن على درجه حراره 220. وبعد كده هجيب ورق الزبده هكرمشه وابله شويه ميه عشان ما يلزقش في الفراخ. بعد كده هغطيه بورق فويل وهدخل على الفرن. ده كان شكل الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت. مش قادره اقول لكم ريحه بقى وشكل وطعم، حاجه كده رهيبه. بعد ما الفراخ بتاعتي استوت، شلت الورق الفويل وورق الزبده وحطيتها تحت الشوايه لحد ما خدت اللون. وتسويه الفراخ والبطاطس بجد دايبه دوب، خدت التسويه صح. طبعا على حسب الفرن بتاعك، بتقعد من ساعه لساعه وتلت. جربوها مع شويه رز بشعريه او رز ابيض وحبه سلطه، وهتعجبكم قوي. هستنى رايكم.